يا مساء الفل. المكرونه دي انا كلتها بره في فرح، عجبتني جدا. حبيت اعملها معاكم. سهله وبسيطه وسريعه وكلنا بنحبها ومش مكلفه خالص. اول حاجه هنا انا جبت بصلتين، هبتدي اقشرهم. الطريقه دي اسهل طريقه لتقشير البصل، ما بتاخدش مني وقت وبتخليني يعني اقشره كده بسرعه، من غير تعب ومن غير مجهود. هبتدي اقشر البصل وهحتاج فلفلتين حامين. اللي ما بيحبش الحامي هو حر، هقطعهم كبار بس انا بحب اي حاجه حامي. لو مش بتحبوا حامي استخدموا بارد. غير الفلفلتين اللي انا قطعتهم كبير، هستخدم كمان فلفلتين حاميين، بس دول هقطعهم قطع صغيره. هعرفكم احنا هنستخدم ده في ايه وده في ايه. وزي ما قلت لكم لو مش بتحبوا الفلفل الحامي استخدموا فلفل بارد عادي جدا، ولو ما عندكوش فلفل الوان كفايه فلفل اخضر. وهنا جبت فصين كبار من التوم، دي فصوص كبيره، يعني الفصين دول تقريبا عملوا لي معلقه كبيره. هبتدي اقشرهم. تقدروا بقى تدقوهم في الهون، تفرموهم بالسكينه زي ما انا عملت كده. انا بصراحه كسلت اوسخ مواعين، فعملته كده بقى على ايدي بالسكينه، وفي ثواني كانت فرم زي ما انتوا شايفينه كده. وهنا عندي الطماطم بتاعتي، ده نص كيلو طماطم. بفتحها من فوق كده عشان هنزلها في ميه مغليه، عشان انا ما بحبش قشر الطماطم، عشان اشيل قشر الطماطم. انتوا لو بتاكلوا عادي قشر الطماطم، الطماطم كامله، ممكن تستغنوا عن الخطوه دي. نزلتها في ميه مغليه دقيقتين بالظبط، عشان القشره تخرج معايا بسهوله وما تهدرش كتير من لحم الطماطم. وفي الكبه قطعت البصل وحطيت الفلفلتين اللي انا كنت مقطعاهم كبار، وهبتدي افرمهم في الكبه. اللي ما عندوش كبة هتبشروا البصل وتقطعوا الفلفل قطع صغيرة عادي جدا. وهنا الطماطم اهيت، بعد ما سبتها في المية اللي بتغلي القشرة بتخرج بمنتهى البساطة، وهبتدي اقطعها بالسكينة. لو انتوا ما عندكوش مشكلة مع قشر الطماطم زي ما قلت لكم، تقدروا تقطعوها على طول قطع صغيرة وخلاص. ولكن قشر الطماطم بجد من الحاجات اللي هي بتبقى تقيلة ومش بتتهضم بسهولة. اهوت هقطعها كلها ونشوف بقى هنعمل ايه. هنا جبت حلة على النار. هنا الطماطم والفلفل والثوم بتاعي، وجبت حلة على نار. الحلة سخنة، نزلت فيها بمعلقتين كبار من الزيت ومكعب من الزبدة. لو ما عندكيش زبدة استخدمي زيت مباشر، مفيش اي مشكلة. وهنا جبت نص كيلو من المكرونة الصغيرة، اي نوع انت تفضليه، حتى لو المكرونة اللي هي بتتباع بالكيلو عادي مفيش اي مشكلة. هبتدي احمرها في الزيت مع الزبدة على نار متوسطة مش عالية. اول لونها ما هيغير زي ما انتوا شايفين، هنزل عليها بنص كوباية كبيرة من الشعرية، وهبتدي احمر الشعرية. لو حطيت الشعرية من الاول الشعرية هتتحرق يا جماعة. فنحطها اول ما تبتدي المكرونة بتاعتي تلون زي ما انتوا شايفين كده. وهنا اهوت شايفين اللون. انا ما بسيبش المكرونه وامشي، هي ما بتاخدش وقت كتير، ولكن لو سبتها ومشيت هتلاقي شويه ملونين وشويه لا، ومش هتاخد لون واحد. اول المكرونه بتاعتي ما اخدت اللون الذهبي الحلو ده، نزلت عليها بالثوم وهديله تقلبتين لحد الثوم الريحه بتاعته كده ما تطلع، وبجد ريحته بتطلع حلوه جدا. وبعدين جبت كيس كبير من الصلصه او معلقتين من الصلصه، صلصه الطماطم، وهبتدي اقلبها برضو. انا بحب دايما ادي للصلصه تشويحه كده عشان طعمها يبقى حلو. وبعدين هبتدي بقى انزل بالفلفل والطماطم بتاعتي، وهقلبهم برضو تقلبتين بس مع المكرونه. وبعدين هبتدي انزل عليهم بميه مغليه ومكعب مرقه. إيه لو عندك شوربه ضيفي لها الشوربه كمان هتبقى احلى كتير، لكن انا عشان ما كانش عندي شوربه هضيف لها مكعب مرقه وهضيف لها ميه مغليه. وانا من النوع اللي ما بيحبش البهارات كتير وانتوا عارفين كده، بكتفي بالملح والفلفل الاسود ورشه جوز الطيب وبس. الميه هنا يدوب بتبقى مغطيه سطح المكرونه، ما تكتروش الميه، ده مش رز. يدوب الميه بس تبقى مغطيه سطح المكرونه كفايه قوي بالنسبه لي. وهضيف الملح بتاعي والفلفل الاسود ورشه صغيره قوي من جوز الطيب.
ورشه صغيره من السكر عشان ما تعملناش حموضه. بالنسبه لي انا كده كويس جدا، مش محتاجه اي حاجه تاني للمكرونه. وهنروح دلوقتي بقى نشوف ازاي هنعصج اللحمه بتاعتنا. ما تكتروش ملح لان انتوا حاطين مرقه، ومكعب المرقه اوريدي بيبقى فيه ملح. ولو حاطين شوربه فهتضطروا تستنوا لما تدوقوا وبعد كده تحطوا الملح بتاعكم. اول ما بدأت تغلي هديت النار وغطيتها وسبتها على نار هاديه عشان تستوي براحتها وما تتلسعش. وجبت هنا ووك على نار عاليه. الوك سخنه، الزيت سخن، هنا النار عاليه مش هاديه. نزلت فيها بربع كيلو من اللحمه المفرومه. انا على قد ما اقدر والله يا جماعه بعمل لكم اكلات اقتصاديه، ما اعرفش اذا كانت اقتصاديه ولا لا، بس والله على قد ما اقدر. انا فعلا في موقف لا احسد عليه. اول اللحمه بتاعتي ما اخدت لون وبدات لونها يتغير زي ما انتم شايفين كده، ببتدي اشقلبها او اقلبها عشان الناس اللي بتتكلم على كلمه اشقلبها. هقلبها زي ما انتم شايفين. واول لونها ما بقى زي كده، اللون الاحمر ضاع منها ونشفت، هبتدي انزل عليها البصل بالفلفل اللي احنا فرمناه في الكبه وهقلبها. انا بحب دايما اضيف البصل بعد اللحمه، بيخلي اللحمه كده ليها تسكيره طعمها حلو قوي. وهنزل عليها بقى بالملح، الفلفل الاسود، ولو في فص توم كمان بيخلي ريحتها حلوه جدا. رشه صغنطوطه خالص من السكر ورشه من جوز الطيب، واهو التوم اللي انا قلتلكوا عليه بيخلي ريحتها خطيره. وهنسيبها تستوي على نار هاديه. يبقى اول ما حطيت البصل وبدأت تدخل في التسوية بهدي النار عشان تستوي على نار هادية ويبقى طعمها حلو. لو بتحبوا بهارات اللحمة ضيفوها. انا بالنسبة لي جوزة الطيب كفاية جدا في اللحمة المعصجة، تخلي طعمها حلو كده وريحتها حلوة قوي. هنا اهيت اللحمة بعد ما استوت، والمكرونة بتاعتي اهيت بعد ما استوت. بصوا مفلفلة ازاي، ريحتها حلوة جدا، كانت قلبة الدنيا وطعمها جميل. اكيد كلنا اكلناها في الافراح. بصراحة انا عجبتني قوي وحبيت اجربها معاكم. بصوا المكرونة مفلفلة ازاي ولونها عامل ازاي، طعمها حلو جدا. طريقتها سهلة وبسيطة، ما خدتش مني وقت، والى حد ما على قد ايدينا، وتنفع لفطار رمضان مع شوية بطاطس وشوية مخلل كده، هتبقى حلوة جدا. جربوها، ما تنسوش تقولي رأيكم. ولو جربتوها وروني التطبيقات بتاعتكم واستنوني، واعملوا متابعة عشان توصل لكم وصفاتي اول باول.